الوصفه بقى بتاعت النهارده، بصوا بشكلها اصلا بيتكلم عن نفسه. جبنه مارجريتا بطريقه حلوه قوي زي بره بالظبط. اول حاجه انا هجيب كوبايتين من الدقيق، وبعد كده بعد ما احط خلاص بقى كوبايتين بقى من الدقيق، هجيب بقى الحاجات اللي انا هحطها بقى في العجينه اللي هتدي طعم حلو قوي. نص معلقه فانيليا، ونص معلقه محلب مطحون، ورشه ملح. والمحلب ده انا بجيبه من عند عطار وانا اللي بطحنه. وبعد كده هقلب ده كله في بعض، والفانيليا ده هيدي للعجينه طعم زي المحلات بالظبط. وبعد كده هحط معلقه من المايونيز، وكوبايه زبادي. والمايونيز طبعا اختياري، بس هو المايونيز بيدي يعني زي بيخلي العجينه طريه قوي. وبعد كده بقى دلوقتي بقى انا هعمل الخميره بقى بتاعتي. حطيت الميه مع السكر، وبعد كده هقلبها بقى مع بعض واحطها بقى في العجينه بعد ما تخمر. وهنزل بقى بالزبده بتاعتي، وهنا الزبده هتخلي طعم العجينه حلو قوي، وبرده هتخلي يعني قوامها كده هيبقى حلو، هتبقى طريه. وهكمل بقى بشويه زيت، وبعد كده هعجن بقى بايدي لحد بقى ما خلاص بقى العجينه بقى تلم بقى معايا. هنا واحده يعني واحده هنا بتلم بقى معايا. افضل بقى اعجن بقى لحد ما الاقيها بقى خلاص بقت طريت بقى معايا. بصوا شكل العجينه طريه، انا عايزاها تبقى ملزقه، يعني ملزقه شويه بسيطه، ما تبقاش ملزقه قوي. وبعد كده هنزل بقى بشويه زيت بقى تانيين يعني تحت زيت، وبعد كده هحط العجينه وهنزل بقى شويه زيت، يعني زيت على الوش. وبعد كده هغطيها بقى واسيبها بقى على جنب لحد يعني نص ساعه مثلا لحد ما تخمر بقى خلاص. هنا بقى انا هعمل الصلصه بتاعتي. جبت بقى الطماطم، انا قطعتها يعني حتت صغيره كده. انا كده يعني انا هعملها في الخلاط، فمش فارقه اي تقطيع انتوا تحبوها. وبعد كده اول ما انزل طماطم هقوم جايبه نص فلفل اخضر. وهنا الصلصه بتاعت البيتزا بتحب الفلفل الاخضر، وهقول لكم المكون ده بقى المكون اللي هو هيخلي طعمها زي بره. هنحط هنا 5 حبات زيتون. وبعد كده هقلبهم بقى مع شويه ميه بقى، واضربهم بقى كويس لحد ما يبقوا ناعمين كده. وهنزل بقى في حله بشويه زيت ومعاهم الثوم. واول بقى ما الاقي الثوم اخد الريحه، يعني طلع الريحه بقى بتاعته كده خلاص، هنزل بقى بالطماطم بتاعتي من غير ما اصفيها. بعد كده هحط نص معلقه بابريكا، ونص معلقه بصل باودر، ونص معلقه فلفل اسود. وهحط بقى معلقه كبيره كاتشب، واقلب بقى مع بعض. وبعد كده هنا رشه ملح بسيطه. وبعد كده هنزل بقى نص معلقه زعتر مطحون. وهنا بقى بعد بقى ما خلاص بقى الصلصه على جنب، دلوقتي بقى انا العجينه خلاص اتخمرت معايا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، هرش شويه زيت وعليهم سميد اللي هو بتاع البسبوسه، وده هيخليها زي مقرمشه كده من تحت وحلوه. بعد كده هقوم عامله الاطراف بقى كده، وهظبط بقى العجينه بتاعتي على شكل الصينيه بقى بالظبط. وبعد كده اخرمها بقى بالشوكه، وانزل بقى الصلصه بقى. بصوا الصلصه بقى عامله ازاي، يعني صدقوني جربوها وهتعجبكم بجد. وهنا بقى بعد ما وزعت بقى خلاص الصلصه، انا المارجريتا بتحب الجبنه والصلصه، يعني ممكن تحطوا صلصه براحتكم. وبعد كده هنزل بقى بالجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر، ولو اي نوع جبنه بقى انتوا بتحبوها. وبعد كده ادخلها الفرن على اعلى درجه حراره. ودي شكلها بعد ما طلعت، بصوا الجبنه سايحه ازاي وحلوه. يعني جربوها وقولوا لي رايكم ايه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا على متابعتكم.